وطبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية الأوروبية والبرلمان الوطني المغربي هي علاقة في تقديري مركبة ومعقدة. دعوتمونا للحديث عنها، فدعوني أقول لكم بعيدا عن كل المقدمات الصالحة لكل موضوع، وانطلاقا وتأسيسا على تجربة متواضعة، وانطلاقا من احتكاك بخوانق وأجراف المؤسسة التشريعية من خلال اللجنة البرلمانية المختلطة لفترة تزيد عن 10 سنوات، أرى بأن البرلمان المغربي لم ينعم بالهدوء في هذه العلاقة إلا نادرا. هي علاقة أشبه ما تكون بالرمال المتحركة على الربع الخالي، أشبه ما تكون ببحر متلاطم الأمواج، حركة جزره ومده لا تقاس ولا توصف. هي علاقة يمكن أن توصف ببرميل بارود صحيح يغطيه رماد خبا لهيبه ووهجه، ولكن رغم هذا السكون لم ولن يحول دون إمكانية الانفجار والاشتعال في أي لحظة. المكاسب السيد الرئيس، دعوني أذكركم بما لا تجهلون، كل المكاسب الدبلوماسية والمكاسب الاقتصادية وكل ما جنيناه من وراء هذه العلاقة على مر السنين لم تكن مكاسب سهلة، ولم تكن دقيقا أبيض منخول أو عسلا سائغا بالنسبة للمغاربة، بل كانت مكاسب صعبة، مكاسب كانت تنتزع بفعل المجهود المضاعف، المجهود الكبير والجبار المبذول من قبل الجانب المغربي. ربما كان لهذا الوضع ما يبرره في السابق بطبيعة الحال، ولكن اليوم الأمور تغيرت، والكفة التي كانت مرجوحة أصبحت تعدل الكفة الراجحة. أبانت التجربة بأن المملكة المغربية تعرضت فيها لظلم بين وجلي، حيث التقت وتلاقحت ريح الحقد الآتية من الشرق مع رياح الشمال لتمطر وابلا من الأكاذيب والافتراءات المضللة. الهدف في ظاهرها وفي باطنها، هاد الناس ما كيحشموش، لا يعرفون معنى لحمرة الخجل. الهدف في ظاهرها وباطنها بطبيعة الحال هو تركيع المملكة، هو النيل من عقيدتها التنموية، ولكن هيهات من